السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. أنا نخدم في وكالة لكراء السيارات. جاني هذا الإنسان اللي راكم تشوفوا فيه في الصورة، كرا لي سيارة نهار 30 أوت على مدة 5 أيام، وكي لحقت المدة باهي رجع السيارة وانقطعت الأخبار تاعو. التليفون بلغنا، قمنا بالإجراءات اللازمة. القضية راهي في يد الأمن، وانتوما ما عليكم اللي شافوا يتواصلوا معنا على الأرقام التالية. والسيارة كما راكم تشوفوا فيها داسيا سونديرو تحمل ترقيم 18 سنة 2022. وبارك الله فيكم يا أخي. انت اللي راك ديت السيارة وجه لك رسالة لوجه الله، اتق الله في نفسك، خاف ربي، رد الأمانة المواليها، حسبي الله ونعم الوكيل. عرفت ولاية جيجل حادثة غريبة أثارت الكثير من التساؤلات والجدل بعدما قام المواطن شخار عادل بكراء سيارته لشخص ينحدر من ولاية تبسة. العملية في بدايتها بدت عادية، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على شروط الكراء بشكل طبيعي، غير أن الأمور سرعان ما أخذت منحا غير متوقع. فبعد استلامه للسيارة قام المستأجر بمغادرة المكان وأغلق هاتفه بشكل مفاجئ لتنقطع أخباره نهائيا. ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن صاحب السيارة من التواصل معه أو معرفة مكان تواجده، ما جعل القلق يتضاعف والخوف يزداد من أن يكون الأمر عملية احتيال مدبرة. الحادثة لم تبقى محصورة بين الطرفين فقط، بل تحولت إلى قضية رأي عام محلي، حيث تداول العديد من المواطنين الخبر عبر شبكات التواصل الاجتماعي محذرين من مثل هذه الممارسات التي تتكرر في عدة ولايات. فاستغلال الكراء كوسيلة لسرقة المركبات أصبح أسلوبا خطيرا يعتمد عليه البعض للإيقاع بالضحايا، خصوصا أن هذه العمليات غالبا ما تتم تحت غطاء الثقة والمعاملة المباشرة. من جهته عبر صاحب السيارة عن صدمته الكبيرة من تصرف المستأجر، مؤكدا أنه لم يتوقع أن تتحول الثقة التي منحها له إلى خيانة من هذا النوع، وناشد السلطات الأمنية التدخل بسرعة لتعقب الشخص المفقود واسترجاع المركبة في أقرب وقت ممكن. وتبقى مثل هذه الحوادث دليلا على ضرورة توخي الحذر في معاملات الكراء، ووضع ضمانات قانونية صارمة تضمن حقوق الطرفين، حتى لا يجد المواطن نفسه ضحية احتيال أو سرقة تحت غطاء الثقة والتعامل الحسن.